السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الرغيفات بريستيج معمرين بالكاوكاو ومقليين ومعسلين في العسل. عندي هنايا جوج زلايف كبار ديال الطحين ديال الكنز مغربلين، يعني يكون شي نص كيلو واحد شويه، شي نص رابعه زايده، مع جوج معالق ديال الزبده. غندير جوج معالق ديال الزبده يكونوا كبار. عندي هنا واحد المعلقه صغيره، يعني ما تكونش عامره بزاف ديال الملحه. دابا غادا نرمل هاد الزبيده مع الطحين مزيان حتى تترمل. عاد غادا نديرها في العجانه وندير لها الماء ونخليها تعجن. دابا كتبقاو هكا تترملوا فيها حتى كتدخل ديك الزبده مزيان وكترمل في الطحين، تخلط مزيان. دابا انا غنديرها في العجانه وندير لها القياس ديال الماء، يعني القياس الماء عندكم ميزانكم. انا غنوريكم كيفاش ملي غادا تعجن كيفاش غيجي العجينه ديالها. ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه بزاف، يعني كتكون بين وبين باش تلقاو كيفاش تورقوها باش تجيكم مرقه وتجي ما تجيش العجينه خفيفه عاود بزاف. الا جات خفيفه بزاف غتجي الرغيف ديالكم ما غيجوش مرقين. يعني خصها تكون ما خفيفه ما قاصحه، يعني تكون بين وبين. هنا الحشوه ديالي غنحتاج كاوكاو هكايا حمرته في الفران، كتحمروه على عافيه مهيله وكتخليوه هكا حتى كياخذ هذا اللون الذهبي. دابا انا غادي نطحنو، وغنحتاج واحد البيضه وواحد الساشي ديال ارزه ديك ديال الزهر، وواحد هكايا ويس ديال المسكه حره. دابا انا غنطحن هذا ونغربلو، غنطحنو مزيان وغنغربلو وغنرجع معكم باش نكمل الحشوه ديالنا. ها هو الكاوكاو ديالنا بعد ما طحنتو وغربلتو، يعني غربلوه باي غربال عندكم نتوما، يكون شويه عيونه غلاظ لان ما يبغيش يدوز لكم. الا كان شي غربال عيونه رقاق ما يدوش لكم. انا غربلتو في هذا. بعد ما غربلتو ها هو كيفاش كيجي على هذا الشكل هكا. خصو يكون رقيق، ولا عندكم ماكينه كطحن مزيان كتنين، يعني ما تحتاجوا كاع تغربلوه، يعني طحنوه مزيان وصافي. وهنايا عندي داك الطريف ديال المسكه حره طحنته مع شويه السكر، ها هو كيبان في الزلافه. دابا غادي ندير كاوكاو. هنا عندي واحد الساشي ديال الزهر. الا بغيتو ديروا شويه القرفه ديروه. غندير واحد البيضه باش ما تخليش ديك الحشوه ديالنا البيضه هاني غسلتها، تكونوا غاسلين البيض ديالكم نقي. لان طاح لي واحد الطريف هنايا ضروري ما ولا فقسوها في شي زليفه عاد ديروها في سميتو. البيض ما كيخليش ديك الحشوه تخرج لينا من الرغيف، كيجمع هذا. عندي هنا غندير واحد جوج معالق ديال الكراميل، جوج معالق يكونوا عامرين كبار ديال الكراميل. واحد المعلقه ديال الزبده كبيره عامره. صافي وغادا نخلطو مزيان حتى هاد القوام ديالنا. الا بغيتو ديروا شويه القرفه ديروها، يعني رويس ديال معلقه القرفه ديروها. انا ما غنديرهاش، غنكتفي غير بالكراميل صافي. وكتخلطوها مزيان هكايا. صافي دابا غادا نخليها هكا على جنب، وغادا نجيب العجينه ديالي بعد ما خليتها واحد شويه ترتاحت. دابا غادا نقطعها معكم.
انا راني بديت تما باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نقطعوها هكايا صغيره لان غنديروا جوج في الوحيده. كتقطعوها هكا على الشكل اللي بغيتوها كبيره بغيتوها صغيره، يعني نتوما وشنو بغيتو. كاين اللي كيبغيهم صغيورين، بغيتو ديروهم صغيورين على هكا يمكن لكم ديروهم صغيورين، بغيتو ديروهم كبيبرين على هكا يمكن لكم ديروهم كبيبرين. دابا انا هنا غنبقى غادا نكمل هاد العجينه في التقطاع. عندي هنا الحشوه ديالي خلطوها مزيان مع البيض باش داك البيض كيتلبس في داك الكاوكاو ومنين نبداو نقليو ما يخرجش لينا. وعندي الزيت باش غادا نورق. دابا انا غناخذ هادو اللي طرخاو ونحط هادو هنا باش يطرخاو. دهنوهم بالزيت، كدهنوهم بالزيت وكتحطوهم وتغطيوهم بالسلوفان باش ما يديروش لكم ديك القشره وما يبقاوش يوليو يتقطعوا لكم الا بغيتو تقرصوهم. دابا انا غنبدا معكم هنايا التوراق. كتورقوا غير بالزيت، كتبقاو غاديين وكتورقوا بشويه بشويه. دابا ها هي ملي تورقات غندير فيها معلقه، ديروا فيها معلقه ديال هاد الحشوه، حطها هنايا. كتشتوها هكا شويه، يعني ما تخليوهاش مجموعه في بلاصه واحده باش ملي كتبغيو تقرصوا ما تقطعش لكم العجينه ديالكم، تجيكم سهله. دابا انا درتها هنا في الجنب ديال هاد الرغيفه. دابا غادي نطويها هكا بحال غنطويو الرغيفه، نطويو هكا. كنبسطو هنا شويه، كنجمعوا هاد شويه هكا كنسدو عليها من هنا. دابا غادي نديروها نلويوها هكا، نتوما غاديين وكنلويو عليها. هاد الطريقه كنديروها باش تعاوننا باش الحشوه ما تخرجش لينا منها. دابا غادا نعاود معكم الاخرى باش نوريكم كيفاش غنغلفها بها. انا غنشرح لكم كيفاش الطريقه باش الحشوه ما تخرجش لينا نكونوا نقرصوا. يعني واخا تقطع لكم هكا العجينه ماشي مشكله، ما تخافوش منها، المهم تكون مرقه مزيان. والعجينه ملي كدير هاد البويقات هكا راها ناجحه 100%، راه العجينه زوينه، يعني راه العجينه ديالهم غتطلع زوينه. دابا انا عندي هادي. دابا هاد الجهه هي اللي لويت عليها باش كنت كنلوي غادا كنلوي هكا، هي اللي لويت عليها. ودابا هادي كتكون فيها غير ليا وحده، هي كتبان لكم هنا، كتبان لكم الحشوه هي ليا وحده وهنا مغطيه ما كيبانش. هادي دابا هي اللي غنديروها هكا من الوسط، يعني غتكون هنا الوسط لان غنزيدو نلويو عليها باش ما تخرجش ليناش. كنبسطوها هكا واحد شويه صافي، وكنجمعوا عاوتاني عليها نفس الطريقه اللي درنا في الاول. نديرو هكا ثاني تنبسطو هنايا شويه، طولوها عاود نجمعوا. هذه كنجمعوها غير شويه هكا، هي راه واضحه لكم في الصوره. كنعاودو نلويو هكا، كنجيبو هذه هنايا. هنا المهم عندنا هو هاد الجناب كيكونوا مغلفين مزيان باش ملي تتقرصوها هكا تبغيو تبسطوها. دابا غنخليوها تطرخ، ما يمكنليش نبسطوها دابا نقرصوها تطرخ مزيان باش تعطينا الطوع وما تخرجش لينا ديك الحشوه. الا خرجت لينا ديك الحشوه تقبات لينا العجينه ديك الحشوه غطيح لنا في الزيت وغتحرق وغتخسر لينا الزيت. دابا نبقاو غاديين على هذا الشكل هكا. هيا درت الزيت ديالي بعد ما سخنات. كديروا الزيت هكايا في شي مقله سخن. هما دابا راهم طرخاو، غادي نقرصهم ونديرهم يتقلاو. وعندي هنا العسل فاش غنطفيهم، يا اما كتطفيوهم في العسل وتهزوهم هكايا، ولا كتدهنوهم بالشيته، كتسخنوا العسل ودهنوهم بالشويته ودردروهم باللوز ايفيلي. انا عندي هنايا اللوز ايفيلي غندردرهم به صافي. وكتخليوهم ملي كتفيدوهم من الزيت كديروهم هنايا تخليوهم حتى يستقطروا مزيان من الزيت
عاد كتطفيوهم في العسل كدردروهم باللوز ايفيل. دابا انا غنقرص معكم هنايا، نبداو نقليوهم. كتقرصوا غير بشويه باش ما تخرجش لكم الحشوه، خصكم تحاولوا عليها، ملي كتخرج كتحرق في الزيت كتخسرها. دابا غادي نبداو، راه الزيت سخنات، يا بسم الله. كتبداو هكا غير بشويه صافي. عاوتاني ندرسو وحيده اخرى. المهم على حسب المقله ديالكم شحال غتهز لكم ديال الرغيفات. كتبقاو غاديين وكتحاولوا باش ما تخرجش لكم الحشوه. نقرص هذه شويه طرخه، يعني ملي كتكونوا هكا كتقليو كتقرصوا حداكم شويه هادو باش يطرخاو لكم دغيا، ما تقرصوا ما تخرجش الحشوه. العافيه كتكون متوسطه، يعني راه نتوما عينكم ميزانكم مع العافيه. سخنوا الزيت، ملي كتسخن الزيت مزيان حاولوا تنقصوا عليها باش ما تحرقش لكم. كتبقاو هكا تهزوا الزيت بواحد المعلقه وتخويو عليهم من الفوق باش كيتنفخوا كيتحلوا كيجيو مزيانين. الا شفتوهم بداو كيتحمروا حاولوا تنقصوا العافيه باش ما يتحرقوش لكم. شوفوا ملي كتخويو عليهم الزيت راه كيتنفخوا مزيان كيجيو مزيانين. دابا انا غنحبس بركه ملي يمشيو يطرطقوا لينا تنفخوا، وكتبقاو دوروا هكا باش ما يتحمروش غير من جهه، وتهزوا مره طلعوا عليهم. الا شفتوهم تحمروا كتقلبوهم، شفتوهم باقيين كتخليهم ياخذوا اللون اللي بغيتو نتوما. نحاولوا نخليهم ياخذوا غير لون ذهبي، ما نخليهمش يتحمروا بزاف. داكشي علاش خصكم تكونوا معمرينهم، تعمروا غير القياس اللي باش عاوتاني ما يترخاوش لكم بزاف، وتجيو تقليو داكشي اللي صايبتو عاد تعاودوا ترجعوا تكملوا. دابا انا راه بقى عندي واحد شويه بلا عماره، غنقلي هادو ونطفي العافيه ونمشي نكملهم، وهكذا تنكملوا الرغيف ديالنا في القلي. دابا راه كاين ما نقلبهم، نجيب فرشيطه باش تعاوني. هنا راه المقله كديروا الزيت الكافيه اللي غتقلي لكم، كتبقاو غاديين هكايا حتى يتقلاو. كتبقاو غاديين هكذا، يعني ما تخليهمش عاوتاني يتحمروا بزاف حتى يوليو اللون ديالهم كيبان بحال محروق. غير كياخذوا داك اللون الذهبي وحيدوهم. دابا انا غنحيدهم. كتحيدهم هكا يتسقطروهم مزيان من الزيت، حاولوا تسقطروهم. كتحطوهم هنا في شي كسكاس ولا ديروا هذا، ديروا لهم كاغيط وتخليهم باش يتسقطروا. انا نحيد هذه حتى هي بركه عليها. ها هما الرغيف ديالنا بعد ما قليتهم وساليت، دابا خليتهم تتسقطروا مزيان، تخليهم تيتسقطروا مزيان من الزيت. ها هو ملي كيكونوا كيتقلاو نتوما كتهزوا بالمعلقه الزيت وكتخويو عليهم، كيجيو دايرين هاد الفقاعات، كيجيو زوينين كيتورقوا مزيان. ما حدهم هما كيتقلاو نتوما كتهزوا هكا بالمعلقه وكتقليوهم على عافيه متوسطه. يعني الا شفتوا الزيت سخنات كتنقصوه، شفتوا باقيين يعني خصهم تزيدوا في العافيه زيدوا حتى كيتحمروا على هذا اللون هكا، ياخذوا هذا اللون الذهبي. دابا بغيتو تطفيوهم في العسل هكايا كتخشيوها هكايا وكتخشيوها من هنا ومن هنا وكتهزوها ديروها في كسكاس تسقطر، هو هذاك. ما بغيتوش انا غادا غير ندهنهم هكا بالشيته. سخنت العسل، سخنوا العسل فوق البوطه تيسخن شويه صافي، وكتبداو ديروا واحد الشيته
تبداو دهنوا فيهم هكايا. صافي، وعندي اللوز هنا ايفيلي محمر، كتحمروه في الفران على المهل صافي، وكترشوهم هكا. كتقادوه عليهم. بغيتو ترشوهم من هنا ومن هنا، كترشوهم باللوز ايفيلي. بغيتو ديروا لهم غير الجهه، ديروا لهم غير جهه هكا كيما غندير لهم انايا، وغنسرفيهم في الطبسيل. يعني كيبقى الاختيار ليكم. بغيتو ديروا كاوكاو ايفيلي، بغيتو ديروا كاوكاو اوكاسي، بغيتو ديروا اللوز اوكاسي، يعني كيبقى لكم الاختيار. ماشي ضروري يكون عندنا اللوز ايفيلي، اللي عندنا موجود في الدار نستعملوه. بغيتو ديروا غير الجلجلان، يمكن لكم ديروا الجلجلان. ها هما الرغيف ديالي بعد ما كملتهم في الزواق وزوقتهم، ها هما كنقدمهم لكم بالصحه والراحه، وشكرا على المشاهده.